ايش رايك في القناة اولا؟ طبعا هذا شيء يسعد الشباب كثير انه عندنا قناة تهتم بالمواهب اللي مثلي، وفي مواهب طبعا احسن مني كثير لكن محتاجين انهم يبانوا في الصورة، يظهروا، يكون لهم دعم، يظهروا في قنوات مثل قناة جدة، لأن الفخر إحنا كشباب سعودي إن نظهر في قناة بلدنا وقناة مدينتنا عروس البحر جدة، ولنا الفخر بهذا الشيء. وبإذن واحد أحد بافتتاح هذه القناة وحضور المواهب فيها والبراعم حتصير تغييرات كثيرة وحتصير حاجات كثيرة بإذن الله للأفضل وللأحسن من المواهب ومن البراعم، وحنكتشف بإذن الله إنه بلدنا تحتوي على براعم ومواهب غير طبيعيين. يعني يسعدنا انه من خلال قناة جدة انه كمشاهد او كمتابع تدينا رأيك فيه. والله بطبيعة الحال الآن القنوات كثيرة من القنوات، لكن هناك قنوات مميزة، فدي قناة مميزة وإن شاء الله نتمنى لها كل تقدم، وبطبيعة الحال التعاون معها يكون إضافة لكل فنان إن شاء الله إنه يتعاون مع القناة دي. نرجو كلمة، وما هو مقترحاتك من خلال ما شاهدته من القناة؟ والله القناة جديدة للساعة، شفت فيها أنا بعض الأغاني السعودية أو الحفلات البسيطة السعودية، وعرفت أن هذه القناة تهتم بالفنان السعودي، فالحقيقة استبشرت بها خير، وكان نفسي أعرف عنوانها حتى أكتب لها أو أتصل فيها، وفرصة سعيدة جدا أنك أنت الليلة تكون بجانبي وتكلمني عن هذا القناة الجميلة جدا التي يعني إن شاء الله نتوقع أو نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينها في تقديم الفنان السعودي كما يجب في مجال التمثيل، في مجال الأغاني، في جميع المجالات الفنية التي نتمنى أن تتبوأ بها هذه القناة الجميلة. نبغى كلمة أخيرة لقناة جدة ورأيك بما يعرض من خلالها. أولا قناة جدة قناة يعني معروفة من قبل، وأيضا ساهمت في إنجاح كثير من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو في كامل الأعمال يعني، وأحب أهني قناة على جهودها المبذولة في حسن التطوير إن شاء الله. دائما إن شاء الله نتمنى أنه يتطور كل شيء بدل ما ينزل على تحت إن شاء الله. شكرا لكم. قناة طبعا تعتبر جديدة بس بأعمالها، أنا بصراحة مبسوط من الشيء اللي بتعمله القناة دي، يعني مجتهدة جدا وبشوف برامج جدا حلوة عليها. الشكر الجزيل لقناة جدة التي دائما نجدها سباقة لتغطية كل الفعاليات والمناشط والمحافل المحلية، وهذا هو المطلوب من كل قنواتنا الفضائية التي يمتلكها رجال أعمال سعوديون. نتمنى أن يحذو حذو قناة جدة وإدارة قناة جدة التي دائما نجدها في كل المناسبات. كل التوفيق لقناة جدة وكل التوفيق لكل زملائنا في الوسط الإعلامي وأيضا الوسط الفني. شكرا لكم، ومعكم الشاعر والإعلامي خضر اللحياني.